العربيه دي جايه مقاس 22. طب الكاوتش اللي زي كده نفس فرمات الكاوتش الكبير؟ لا، دي حاجه ثانيه مختلفه. اولا سرعته اختلفت، اللفه بتاعته ما بقتش يعني ده اللفه بتاعت الكاوتش ال 24 غير اللفه بتاعت الكاوتش 22. فبيأثر عندي في منظومه الفرامل. بيقول لك ايه المحور الامامي راكب عليه كاوتش كام؟ انت اللي هتكتب له بقى كاوتش كام. طب انا هشوف هو مقاس الكاوتش اللي عندي كام؟ 12 24 الفرده الكبيره. محور الامام ده اللي هو اللاسين المفروض صح؟ فرونت اكسل اللي هو الامامي اللي يكون راكب عليه حساسات السرعه. ده اللي احنا عدلناه عملناه 300 عملناه 24 300 انا راجل دلوقتي دخلت على العربيه لقيت مقاس مش عارف 15 22 ونص. لا يا عم هات لي المقاس الكبير عشان الحمولات والدنيا، طبعا المقاس الكبير بيستحمل اكتر. تمام. فانا رحت مركب 24 لازم ادخل على البي اس وادخل على دي واشيل الرقم ده. المفروض ان انا لما ادخل الاقي الرقم ده مقاس ال 22 ونص. اكتب كام؟ اكتب مقاس ال 24 عشان الراجل بتاع منظومه الفرامل تبقى شغاله على مقاس الكاوتش اللي عندي. تمام. اكتب كام؟ 3650 هنا. طب الراجل بعد شويه راح قال لك لا انا عايز ارجع تاني بقى، انا هركب المقاس ال 22 ونص. روح يمسح ده، يمسح الرقم ده ويكتب كام؟ نفترض مثلا 30 75 30. ان انا بعرف الكنترول ان انا ركبت فرده ب 22 ونص. بعدين بدوس كام؟ اف 3 هلاقي بره ايه؟ اتغيرت ايه؟ 30 75. امال ايه اللي تحت دي؟ اللي تحت دي بتاعت اللي ورا. انت عندك محور امامي ومحور خلفي. الحساسات البي اس عندك في محور عليه حساسين قدام وحساسين ورا. نفس الكلام برضه تاخد الرقم ده، شوف انت الفرده اللي انت راكبها انت راكب كام؟ 24. تاخد الرقم ده وتكتبه هنا وتكتب ايه؟ 3. خلاص كده انت غيرت ايه؟ الكاوتش بتاعك.